أهلا بيكم. قصة النهاردة قصة قديمة بس فيها حكمة عميقة قوي. في يوم من الأيام صحي أمير الخزائن الملك شمس الدولة، لقى خزائن القصر كلها فاضية. جري على الأمير وقال له: يا مولانا الحق، الخزائن كلها فاضية، أنا قافلها بإيديا بالليل وصحيت الصبح لقيتها كلها فاضية. لسه بيتكلم لقى مأمور السجن داخل على الملك بيصرخ بيقول له: الحق يا مولانا، العيلين اللي قبضنا عليهم وحبسناهم امبارح اختفوا، رغم ان قفل الزنزانة مقفول والقضبان حديد، انا مش عارف اختفوا ازاي وراحوا فين. سبحان الله، في نفس اللحظة حد تالت بيطلب مقابلة الملك عشان يقول له: انا امبارح كنت عند البيت اللي خطفنا منه الولاد، ولقيت شوية عمال بيبنوا قصر قمة في الفخامة والجمال اكتر من القصر ده بكتير. هنا بقى الملك قال بس يبقى هم الولاد اللي هربوا وسرقوا كل الحاجات وبنوا بيها القصر ده. وهنا طلب اجتماع الأمراء والوزراء وطلب منهم يقبضوا على الولاد دول بسرعة. وهنا قام واحد من الفرسان تطوع وقال: أنا يا أمير اللي هقبض لك عليهم، وخد معاه 50 من الفرسان وراح للبواب اللي عند القصر ده وهو اسمه قصر جودر. أول لما شاف البواب قال له: إزاي أنت ما تقومش تقف أول ما تشوفني؟ قوم من دهلي اللي مشغلك. وطبعا البواب اتضايق جدا من الأسلوب ده، والبواب ده كان من الجن، وعشان كده قرر يعلم عليهم ويعلمهم الأدب، وأخد السيف من كل واحد فيهم وعمل بيه علامة في وشه وبهدلهم وخلاهم يرجعوا للملك بتاعهم. وفي كل مرة الملك يتغاظ ويزود في العدد ويرجعوا برضه مطرودين شر طردة ومضروبين ومتبهدلين، لغاية ما في يوم قرر وزير كده عنده حكمة شوية إنه يقول للملك رأي مختلف. قال له: أنا شايف يا مولاي إن الطريقة دي مش نافعة معاهم، إيه رأيك إني أروح أنا لوحدي أستكشف الموقف وأرجع أقول لك الدنيا فيها إيه؟ طبعا الملك وافق. هنا الوزير بقى خلع اللبس الرسمي بتاعه وراح متنكر كده بجلابية عادية، وأول لما وصل عند البواب ورمى عليه السلام راح البواب رد عليه قال له: أهلا، اقعد يا إنسي. أول لما قال له اقعد يا إنسي خلاص هنا أدرك بقى إن ده جن، فبكل أدب طلب منه إن هو يقابل الملك وقال له إن هو رسول من الأمير شمس الدولة. راح البواب قال له: طيب اقعد هنا لغاية ما اشوف الملك فاضي ولا لا. اول لما دخل البواب على الملك حكاله طبعا الحوارات اللي حصلت بتاعة الايام اللي فاتت مع الجنود اللي قبل كده. راح رد عليه الملك قال له: روح قول للرسول ده ان الامير جودر مش بيقابل اي حد، ولو الملك عايزه يجيله لغاية عنده بنفسه. رجع طبعا الوزير للملك وبلغه الرسالة وقال له: تخيل يا مولاي ان هو عامل الجن بواب، انا مش متوقع هيكون فيه ايه جوه القصر، ايه رأيك يا مولاي نروح احنا الاتنين لوحدينا بكل هدوء من غير موكب ولا اي حاجة ونشوف فيه ايه جوه. وطبعا الملك جودر لما استقبل الملك حط على اليمين والشمال موكب من 200 فارس ومدججين بالأسلحة واستقبلوا استقبال مرعب. طبعا الملك ارتبك جدا وداخل كده مهزوز. جودر أول لما شافه ركنه شوية كده، ما سلمش عليه على طول وقعد شوية كده عشان يحسسه بوضعه شوية. هنا الملك بقى كان انهار بقى نفسيا خالص وحاول ان هو يستسمح جودر ويبدأ معاه صفحة جديدة، وخلاص بقى جودر قبل اعتذاره كده وقال له: خلاص انا قبلت اعتذارك وعفوت عنك، وعمل له وليمة عشان يعني يضيفه ويكرمه لانه هو في القصر بتاعه، وخلاص واتفقوا ان هم بدأوا صفحة جديدة مع بعض. وخلاص بقى الملك اتعود ان هو يروح يسهر في قصر جودر، وبالتدريج بقى مجلس الدولة ينعقد جوه قصر جودر. فضل على الحال ده تقريبا شهر. وفي يوم الملك كده كان قلقان شوية، راح بعت للوزير وقال له: ايه رأيك، انا قلقان من جودر انه ممكن في يوم من الايام ياخد الملك بتاعي كله، فانا محتار مش عارف اعمل ايه. الوزير الحكيم اقترح عليه قال له: طبعا هو الامير جودر مش محتاج للملك بتاعك، بس ايه رأيك عشان تبقى في امان اكتر ان احنا نجوزه اسيا بنتك، وكده نضمن ان هو يبقى ضمن اسرتك وعمره ما يأذيك طبعا. وفعلا نجحت خطة الوزير وعزموا الأمير جودر في القصر وشاف بنت الملك آسيا وتقدم لها وتجوزها، وعاشوا خلاص في سلام وبقت الحياة يعني فيها سلام وفيها هما الاتنين بقوا أسرة واحدة وانتهت الموضوع على كده. طيب تفتكروا ايه علاقة القصة دي بالتربية؟ تفتكروا لو كان الملك أصر على إنه كل مرة يتعامل من منطلق السلطة ويبعت قوة ويبعت جنود ولازم مصر ومش متقبل غير إن هو الملك ولازم ياخد حقه بالقوة، كان إيه؟ كانت الدنيا هتوصل لإيه؟ لكن لما تدخل الوزير بالحكمة بتاعته وقدر إن هو يحتوي الموقف ويحله بطريقة مختلفة فيها مرونة شوية، وفي نفس الوقت المرونة دي حققت له أكتر من المكاسب اللي هو كان عايزها وبدون أي خسائر. ده اللي احنا ساعات بنفتقد ان احنا نعمله مع اولادنا، بنبقى مصرين ان احنا الموضوع واخد اتجاه واحد صح، يا صح يا غلط،
مفيش حل وسط، مفيش حل تالت، مفيش مرونة، مفيش تنازل شوية. ده اللي بيوصلنا ساعات لطريق مسدود ويخلي المشاكل تتفاقم أكتر. متفقة طبعا معاكم ان الام والاب هم مصدر السلطة في البيت، ولازم ده يبقى واضح. بس مش معنى ان انا مصدر السلطة ان انا ما ينفعش اغير رأيي او يبقى عندي حتة حكمة او مرونة شوية، ان انا احاول اوصل للي انا عاوزاه بشكل غير مباشر. مش لازم انا قلت كذا يعني كذا، ده لازم يتنفذ، ده لازم يتعمل. ممكن يتعمل بس بكيفية مختلفة، بكيفية اقل شوية. مش لازم كل حاجة هتمشي زي ما انا رسمالها بالظبط. هي دي المرونة، أو هي دي القابلية للحكمة شوية، بعيد عن السلطة والتحكمات اللي بتوصلنا لطريق مسدود. لما تلاقي ابنك أو بنتك بيتكرر رفضه لطلب معين، خدي خطوة كده لورا واسألي نفسك: هل ممكن أحقق ده بطريقة تانية؟ هل طريقتي فيها حاجة غلط؟ هل ممكن أدخل له من مدخل تاني؟ ويا سلام لو سألتي نفسك: طب يا ترى إيه الأسباب اللي هو بيرفض عشانها؟ يا ترى محتاج إيه؟ يا ترى عايز يوصل لي إيه؟ ده هيساعدك اكتر انك انت يبقى تواصلك فعلا تواصل بناء، تبقى علاقتك بيهم فعلا علاقة قوية. مش مهم ان هم يسمعوا الكلام قد ما مهم ان العلاقة تتبني صح. وخدي بالك كمان من نقطة مهمة، ان انت لما يبقى عندك مرونة في النقاش، هو كمان هيبقى عنده مرونة في النقاش. مش زي ما انت بتصري على طلبك هو هيصر على طلباته وندخل في كل حاجة في صراعات. لا، هيتعود ان زي ما انا عندي مرونة وقابلية ان انا اقلل مثلا من الحاجة اللي طلبها، هو برضه هيبقى عنده مرونة وقابلية للنقاش. الولاد بيتعلموا من اللي احنا بنعمله أكتر من اللي احنا بنقوله، فلما أنا أتصرف بمرونة هيبقى هو برضه هيتعامل معايا بمرونة. خدوا بالكم من النقط الأساسية دي. مش مهم إن ابني يسمع الكلام قد ما مهم إن أنا أطلع شخصية سوية صحية عارفة تتعامل مع المجتمع ومع الظروف اللي حواليها اللي بتتغير كل شوية. مش أي أم ينفع يتقال عليها أم واعية.